النهارده فلوج جديد ولكن فلوج مختلف لان احنا النهارده هنعمل حاجات مهمين. ايه بقى؟ ماشي. اول حاجه هنروح نصور فيديو في انرجي سبلمنتس، هو قريب هنا. تاني حاجه هنشترك في جيم جديد وهتشوفوا الجيم ده هيكون ايه. جيم جامد فشخ على فكره، وكنت مشترك فيه زمان بس كان في مشاكل فسبته. المهم تعالى معايا. واحنا وصلنا انرجي سبلمنتس تاني، واحمد تاني عشان كان موجود في اول فلوج، واول فلوج عمل حلو فاحمد بيجيب الحظ بس كده. وهنصور بقى شويه حاجات كده تنزل على الابلكيشن بتاع الصور. انا عرفت بقى لازم اقول الابلكيشن بتاع الصور عشان لو قلت مش هيجيب فيوز حلو على يوتيوب. واخيرا الجيم اللي اخترته هو يو اف سي جيم. هو مش احسن جيم في العالم ومش اوحش جيم في العالم، ولكن هو من احسن الجيمات اللي فيها الحاجات اللي انا محتاجها، ودي الحاجه اللي المفروض نختار عليها الجيمات، ان فيها الحاجات اللي احنا بنحبها والحاجات اللي احنا محتاجينها. زي الام ام اي بالنسبه لي، الام ام اي سيشنز كلها انكلودد في الباكج بتاعت الانيوال ممبرشيب، ف تيك ماي ماني، فاهم؟ والجيم بجد حلو جدا جدا. دي مش دعايه، الجيم ما دفعليش حاجه، بالعكس انا اللي دفعت. ولكن لما يكون في حاجه كويسه او حاجه كانت وحشه زمان بقت كويسه دلوقتي ممكن نتكلم عليها كويس. جيم بجد حلو جدا. هناخد النهارده تمرينه كتف رهيبه، عندهم فرايتي اوف ماشينز جامده جدا بالذات للشولدر. فتعالوا هنتمرن تمرينه جامده قوي النهارده. هتمرن كتف بس عشان انا مش قادر، طبيعي بلعب كتف وبطن، لكن هسكيب البطن هلعبها يوم الرجلين او هتصرف هشوف هعمل ايه بقى. يلا. واول حاجه ببتدي بيها دايما هي الماشين شولدر بريس. وانا كداب، انا مش دايما ببتدي بالماشين شولدر بريس، دايما بعمل دمبل شولدر بريس، ولكن لازم احدث لان انا لسه مشترك في جيم جديد، فانا عندهم الماشين دي وانا بحب الماشين دي جدا. اللي هي بنلود فيها الويتس مانيوالي، مش المسمار اللي احنا بنحطه في الماشين ده، لا مؤاخذه. انت فاهم قصدي صح؟ المهم هنعمل 5 مجاميع وهنحاول نتقل ويتس على قد ما نقدر، مجموعه ورا مجموعه. بعدها سننطلق عزيزي واخي في الله الى التمرين اللي بعدها، وهي اللاترال ريزز بالماشين اللي احنا دايما بنعملها بالماشين جايز. طبعا برضو ده احداث، انا دايما بعملها بالدمبل عشان الجيم اللي انا كنت فيه قبل كده كان فقير جدا ما فيهوش الماشين دي، ولكن بما ان دي موجوده فيلا نستخدمها. 4 مجاميع. طيب تو بي اونست حسيت ان انا شاذ جدا فقلت اعمل دمبل لاترال ريزز، ولكن لقيت الدمبل زحمه غريبه مع ان عندهم ماشينز جامده، فاستخدمت الكاتلبلز. الصراحه عجبتني لان هي بتبقى اتقل من الدمبلز، انت بتمسكها من بوينت فيزيكس، يعني هي هتبقى اتقل. لو ماسك 10 كيلو كاتل هتبقى اتقل من 10 كيلو دمبل لو انت بتلعب لاترال ريز. بعدها هنخش على الرير دلتس فلاي. ممكن تعملها بالماشين، ممكن تعملها بالكيبل، ولكن انا دايما بعمل الرير دلتس تمرينتين وكل تمرينه فيهم 3 مجاميع، يعني بديها 6 مجاميع. اول حاجه بعملها على الكيبل عادي زي البني ادمين، تقف كده زي البني ادمين 3 مجاميع وتحاول تعمل عدد عالي. انا بعمل 15 عده. بعد ما نخلص هنا نخش نعمل 3 مجاميع تانيين ولكن سنجل ارم، كل دراع لوحده، هنعمل كل مجموعه 12 عده، وهنحاول نحط وزن فعلا يوصلنا الفشل العضلي في العده ال 12. ليه بقى انا بعمل كده؟ ليه انا بشتغل دراع واحد وقاعد لا مؤاخذه مخلص يعني انت فاهم قصدي؟ علشان احمل على العضله في اكتر وضعيه تخليني اعرف استهدف ماسل فايبرز اكتر، وانا مش عايز اتكلم كلام علمي ان الكلام علمي والناس بتتبضل منه. فهو ده، اعمل كده وخلاص وثق فيا. وبعد ما نخلص العبث ده هنخش نعمل شراجز. انا كنت بحاول اعمل هنا فورمال ووكس ولكن انا شكلي تايه في الجيم، فقلت انزل زي الرجاله عادي جدا اعمل شراجز. تمرينة الشراجز انت انا بحبها جدا، اللي بيبقى شكلك فيها فعلا واحد عبيطه واحد جربان واقف في نص الجيم ماسك اوزان وبتهرج، فاهم؟ ولكن تمرينة افكتيف للابر ترابيزيس، فبنعملها دايما 4 مجاميع 15 عده، عشان انا بحب اديها فوليوم محترم، عدات كده. يرجع بقى عمور ابو ميكروفون. وايوه هم سمحوا لي اصور في الجيم، بس الشرط الاساسي ان انا ما اجيبش اي حد من الكلاينتس معايا في الفيديوز، which is حاجه منطقيه جدا. جيم جامد جدا، عملوا فيه ابديتس حلوه قوي. بص، ولسه في الناحيه التانية اصلا، يعني لسه في الناحيه التانية الساند باجز كلها والام ام اي كله. بجد حاجه جميله والله. ما دافعين لي جنيه، اقسم بالله ما مدفوع لي ولا جنيه، بس الحاجه الحلوه بحب اقول عليها حلوه الصراحه. اوكي ام باك. عملت سكيب لحاجات كتير جدا في اليوم لان انا فلوجر فاشل، ولكن انا روحت البيت، بعد كده نزلت تاني حلقت شعري علشان شكلي كان قبيح جدا بالربع لحيه اللي كانت عندي الصبح دي. رحت اجيب لابتوب بقى ورحت عملت حاجات كتير، عملت حاجات كتير جدا بس انا ما صورتهاش لان انا زي ما قلت لكم فلوجر فاشل. ولكن هعمل حاجه لذيذه النهارده او دلوقتي، يعني هطلع اعمل بروتين شيك، دي حاجه جديده، ولكن هرغي معاكم شويه، دي حجه ان انا ارغي معاكم شويه. المهم البروتين شيك اللي انا بستخدمه او ال الشركه اللي انا بستخدمها يعني دلوقتي هي شركه اسمها مارفلس، عامله حاجه اسمها هايبرتروفي. هايبرتروفي ده ميكس ما بين بروتين ايزوليت كونسنتريت اند كازين، which is حاجه صايعه ان هو مديك كل حاجه. فبص ما توجعش بقى دماغ ميتين امي. هناخد سكوب من ده وهنحط بقى لبن جاموسي. ليه بقى؟ لان اللبن اللي هو اللي بيجي في علب ده ما فيهوش بروتين يا جماعه، ماشي؟ ده ما فيهوش بروتين، ده ميه بيضه ممكن نجيبها من اي مكان عادي. ينور مساين. هنروح دلوقتي نجيب اللبن الجاموسي.
اللبن الجاموسي ده بيجي في اكياس، اوكي، بيجي اللي هو بيشتري بالكيلو، لان ده اللي فيه البروتين بجد، مش التاني اللي في العلب بتاع لامار، الحاجات اللي اي كلام دي. يا رب ما حدش يرفع عليا قضيه، بس انا بقول حقيقه، انا هنا بقول حقيقه يا جماعه، فاعملوا لي سبسكرايب عشان انا هنا هقول حقيقه، هتكلم كده عادي، مش زي هناك في الابلكيشن بتاع الصور عمر الفورمال بتاع الساينس. لا انا هنا هتكلم قشطه يعني. المهم يا ولاد، يعني بيغسلوا الشيكرات ويحطوا الشيكر كده، وفاهم الغطا فين بقى، وما اعرفش، دور بقى في المواعين. انا هجيب الغطا، انا قتيل النهارده على الغطا. ها بس بقى يا باشا، انا ليه باخد البروتين بلبن؟ عشان اخده بالليل، فقشطه اي كازين. ده اول هام. تاني هام، كميه لبن اللي انا احطها بالبركه فشخ دي فيها ما لا يقل عن 10 ل 11 ل 12 جرام بروتين، على شويه البروتين اللي هنا اللي هم 24 25 جرام بروتين دول، هتبقى نسبه كويسه جدا وحاجه لطيفه. ده طبعا طعمه كوكيز اند كريم من انرجي سبلمنتس، برومو كود عمر 10. جو سبورت يور بوي، جيبوا سبلمنتس بالبرومو كود بتاع يور بوي عمر 10. 10% ديسكاونت، انت هتاخد 10% ديسكاونت. انا هتساعدني جدا في كاريري وفي رحلتي في هذه الحياه وبس. انا بقى عندي وسواس قهري، لازم ارج الحاجات، ارجها فاهم كتير، وما بحبش ارج الشيكرز في الجيم، لان اي حد بيقف ورايا وشايفني برج الشيكر ده بالظبط بيبقى شكلي. اكيد ما بحبش حد يشوفني وانا بعمل كده ان بابليك كمان، وفي لوكر روم بتاعت الجيم، فلا فكك. المهم يا جماعه، فلوج النهارده خلص على هنا، اتمنى تكونوا اتبسطتوا بهذا الفلوج. انا صراحه اتبسطت بيه جدا، اول مره اعمل فلوج بالطريقه دي، وشكلي هكمل اعمل فلوجز بالطريقه دي، فستي توند وخدوا بالكم من نفسكم، ان شاء الله بكره هيكون يوم احسن. سلام.